ان احنا هنستكشف مع بعض السبع اسرار اللي بيستخدمها اقوى 1% من المدربين على مستوى العالم، اللي لو طبقتها صح هتقدر فعلا تبيع تدريبك او استشاراتك او جلساتك وبقيمه اعلى جدا من المنافسين، لانك انت هتعمل اوفر او قيمه بتقدمها في الاوفر بتاعك هتقدر تبيع اعلى من اي منافس، وكمان هتقدر تبيع لاعداد كبيره وفي وقت قصير وبشكل مؤتمت، وكمان من غير ما يكون بشكل الزامي يكون عندك جمهور كبير او متابعين كتير. لا، انت بتبني عالمك الخاص اللي هيكون مهتم بالخدمه بتاعتك اللي بتقدمها، وهم الناس ديت اللي بيزيدوا كل يوم وبيشتروا منهم كل يوم ناس تانية. طيب خلينا نقول لمين الماستر كلاس دوت. اول حاجه، لو انت مدرب او انت كوتش او انت شخص عنده كورسات، عنده استشارات، عنده بيقدم جلسات، او شخص فعلا عنده الخبره في مجال شغله او في مجال محدد وعايز يبدا البيزنس المعلومات، ان هو يقدم خبرته في شكل كورسات او استشارات او جلسات علاجيه، فبالتالي بتقدر من خلال الماستر كلاس دوت هيساعدك وانت كده في المكان المناسب. طيب ان شاء الله بنهايه الماستر كلاس دوت هتكون اتعلمت ازاي تعمل عرض لا يقاوم وكمان بقيمه عاليه جدا، وكمان ازاي تضاعف سعرك اكتر من المنافسين او 10 اضعاف كمان المنافسين. يعني ممكن يكون انت وواحد تاني من المنافسين بيقدموا نفس كورس مثلا ثقه بالنفس، ولكن انت بتبيعه ب $20 او هو بيبيعه ب $20 وانت بتبيعه ب $200. ليه؟ لانك انت هتضيف عليه قيمه عاليه جدا هتخلي العميل فعلا يوصل لنتيجه فعليه معاك، ودي هيكون اقل حاجه فيها سعر هاي تيكت من $200 فما فوق. تمام. كمان هتتعلم ازاي تحقق مبيعات حتى لو جمهورك صغير او ما عندكش جمهور اساسا على السوشيال ميديا. كمان هتتعلم ازاي او ايه السر في الاعلان المربح، او الشخص اللي بيعمل اعلانات بتكون بالنسبه له استثمار، والشخص الثاني اللي بيعمل اعلان وبيكون بالنسبه له تكلفه. فانت ازاي هتعرف تخلي الاعلان بتاعك يكون بالنسبه لك استثمار؟ يعني تحط جنيه في الاعلانات او دولار في الاعلانات وبيعود عليك 3 و4 و5، بدل ما انت بتكون خايف اساسا تخسر قيمه تكلفه الاعلان. كمان هنتعلم ان شاء الله ازاي يكون عندك سيستم بيعي احترافي بيبيع لك بشكل آلي وكمان بشكل متزايد وكمان مستمر معاك الى ما شاء الله. الويبينار دوت ان شاء الله هشارك معاكم ملف الاستراتيجيه اللي هنتكلم عنها النهارده بالكامل. هيكون معاك كده زي كتيب بسيط في خطوات الاستراتيجيه كلها بالكامل، علشان يبقى معاك دليل بحيث لو في اي نقطه نسيتها او حابب ترجع لها في اي وقت تقدر ترجع للكتيب دوت او الدليل دوت هيكون معاك ان شاء الله. تمام. فاحرص انك انت تكون متواجد للاخر علشان ان شاء الله تقدر تحصل على الملف. طيب الحاجه اللي بعد كده انا محتاج منكم طلب واحد بس، هو التركيز. ان احنا نركز الوقت دوت فعلا، لو انا ركزت فيه اكيد هستفاد حاجات كتير جدا، لان فعلا كل دقيقه هنا ممكن تكون نقطه تحول في مجال عملك. تمام. فخليك مركز بقدر المستطاع وابعد عن اي مشتتات. اوكي. طيب مين انا وقصتي ايه؟ في منكم ناس اكيد ما تعرفنيش او شافتني لاول مره او سمعت عني لاول مره. انا اعرفكم بنفسي، انا عبد الرحمن علي. انا بزنس كوتش بساعد المدربين والكوتشز على تحقيق بناء بزنس مربح ومستدام. خبرتي من 2018، يعني اكتر من 7 سنين في العمل الاونلاين. مؤسس موقع برو ماركتنج بلان المتخصص في وضع خطط واستراتيجيات تسويق عمليه. كمان ساعدت عشرات العملاء من اصحاب البيزنس على بناء انظمه مبيعات متكامله، وتصميم مواقع احترافيه، وتنفيذ اعلانات بشكل استثماري. يعني الاعلانات لما تبقى بالنسبه لك استثمار فبتجيب لك عائد ملموس. تمام. فدي حاجه مهمه جدا. طيب ايه تاني؟ انا حاليا متخصص
يعني في بداياتي طبعا كنت بشتغل ديجيتال ماركتنج مع كل المجالات، الاطباء، شركات السياحه، العقارات، حاجات كتير جدا. لكن بعد ما خدت برنامج الكوتشنج وعرفت الاسرار اللي هنتكلم عنها النهارده، عرفت ان انا لازم يكون ليا عميل واحد مثالي، وابذل كل جهدي ومجهودي مع العميل ده فقط، وعلشان اساعده واقدم له افضل خدمه، وعلشان اساعد العميل دوت ان هو ينتقل من النقطه A للنقطه B، وحياته تبدا تتحسن في مجال عمله ان شاء الله. تمام. فمتخصص حاليا مع المدربين والكوتشز، وقدمت استشارات تسويقيه وبرامج كوتشنج لعدد كبير جدا من المدربين واصحاب المشاريع، وساعدتهم على تطوير البيزنس الخاص بيهم. انا عندي رساله حابب اوصلها لكم، ان احيانا دايما تكون فاكر اللحظه اللي بتشك فيها ان في نفسك في اللحظه اللي ربنا بيجهزك فعلا فيها لحاجه كبيره جدا. طيب خلينا نبدا بشكل عملي ونبدا نتكلم في محتوى اليوم. ايه هي استراتيجيه 7 فيجر فانل اللي هي هنتعلمها النهارده؟ هي عباره عن بناء مجتمع مهتم ويثق فيا وبيشتري مني بشكل مستمر، من خلال بناء ايكو سيستم بيبيع لي بشكل يومي. طب ايه هو الايكو سيستم دوت؟ الايكو سيستم دوت هو عباره عن منظومه فيها حوالي 4 استراتيجيات، كل استراتيجيه بتشتغل بتناغم مع الاستراتيجيه الثانيه، وكل استراتيجيه بيدخل منها عملاء بطريقه مختلفه، وبالتالي بيمشوا في مسار محدد يوصل العميل لقرار الشراء، وبالتالي بيوصل العملاء لمرحله ان هم اللي يطلبوا الخدمه بتاعه حضرتك او حضرتك. فبالتالي انا بيكون عندي 4 مصادر للدخل بدل مصدر واحد من خلال بناء الايكو سيستم، وكمان بكون من خلاله بقدر ابني بزنس واقف على ارض صلبه، وبالتالي بيكون عندي دخل شبه ثابت ومتزايد. يعني مش دخل متقطع، لا، شبه ثابت ومتزايد. اهم حاجه ان هو واقف عند مرحله معينه وبيزيد، ما بيقلش. تمام. طيب خلينا نقول الايكو سيستم دوت بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 استراتيجيات. اول حاجه طبعا الاستراتيجيه الاولى اللي فيه هي الويبينار فانل. والويبينار فانل هو يعني ابسط فانل او ابسط مسار بيعي بيدخل فيه العميل، اللي هو ممكن ما يكون بيشوفك اول مره، ولما يقعد معاك ساعه ونص او ساعتين ويستفاد جدا من القيمه اللي حضرتك بتقدمها له، من خلال ان حضرتك بتعمل محاضره لايف زي اللي احنا فيها ديت، فيها خطوات لحل مشكله معينه عند عميلك. فبالتالي العميل لما بيحضر معاك وبياخد قيمه عاليه جدا منك، بيوصل لمرحله عدد كبير منهم بيكون جاهز للشراء، العرض الخاص بيك. الحاجه الثانيه، الاستراتيجيه اللي بتدعمها الثانيه اللي هي الكول فانل، استراتيجيه المكالمات. دي انا بعمل فيها فيديو بسيط بدخل فيها عملاء عن طريق طبعا الاعلانات او اعلانات الريتارجتنج، فبالتالي بيشوفوا فيديو فيه برضه بيتكلم عن مشكله معينه عند عميلك، وبالتالي في اخر الفيديو انت بتقول له تقدر تحجز معايا مكالمه استشاريه لمدتها مثلا 30 دقيقه، وبالتالي انت في المكالمه بتساعده باستشاره او بتساعده بتوجيه او بتتكلم على حالته بشكل خاص. فدي قيمه كبيره جدا انت بتديها للعميل، سواء انت هتعملها بنفسك او فريق معاك او حد مساعد ليك يكون فاهم في مجالك. فبالتالي بتقدر ساعتها تقول له انا عندي طريقه ممكن تساعدك، وبتعرض عليه الاوفر بتاعك. كمان في استراتيجيه الثالثه اللي بتدعم الايكو سيستم، هو استراتيجيه اللو تيكت. هو عباره عن ميني كورس بسيط بيتكون من 5 فيديوهات 7 فيديوهات، كل فيديو ممكن 10 دقائق ربع ساعه، بيتكلم عن موضوع معين يخص عميلك، وبالتالي انت بتبدا تسجل الكورس دوت وبتعرضه، وبيتباع بشكل آلي واوتوماتيك بدون اي تدخل منك. يعني العميل بيجي من اعلان، بيدخل على صفحه فيها التفاصيل، بيضغط على زرار بيظهر له صفحه دفع، وبالتالي بيدفع وبيجي له ايميل فيه بيانات الدخول، بيدخل حاجه اسمها ممبرشيب او منطقه اعضاء فيها الكورس اللي هو اشترك فيه بدون اي تدخل منك. والاستراتيجيه دي ميزتها انها بتكون شغاله 24 ساعه. يعني مثلا انت حطيت فيها مثلا $50 في الاعلانات كل يوم، فبتعود عليك مثلا ب 100 $150، فبالتالي انت بقى عندك مثلا
100 دولار كده داخله ربح صافي كل يوم من خلال الكورس ده. زائد ان هو اساسا الكورس ده بيهدف ان هو يوصل لعميل لمراحل شراء متقدمه، لان العميل ده دفع لك حتى لو 7 دولار او 5 دولار او 9 دولار، ولكن بيوصل لمرحله متقدمه جدا معاك من الثقه، وبيكون جاهز فعلا يشتري منك العرض الهاي تيكت الخاص بيك اللي هو ب 200 دولار فما فوق. تمام. كمان في استراتيجيه رابعه بتدعم الايكو سيستم، هي اسمها الليد جنريشن، ودي عباره عن حاجه مجانيه بعطيها لعملائي. انا دلوقتي عندي عميل واحد بستهدفه، فعملت له مثلا كتاب مجاني، تشيك ليست، حاجه تساعده، وبالتالي بينجذب عدد كبير جدا من الحاجه اللي بقدمها، لان الحاجه دي تخص عميلي، فبالتالي عدد كبير كل يوم بيدخل باعلان بسيط جدا، بيدخل الايكو سيستم. مجرد ما بيسجل بيانات فهو كده دخل الايكو سيستم، وبالتالي بيحصل مثلا على الكتاب، وبالتالي مجرد ما بيدخل الايكو سيستم بيجي له سيكونس من الايميلات، عدد كبير من الايميلات. مره بيقول له مثلا احضر لايف في الاستراتيجيه الاولى عندنا ويبينار مثلا يوم السبت القادم، او مره ممكن يقول له في الايميل طيب شوف الفيديو دوت، او احجز معانا مكالمه علشان يساعدك تتطور اكتر، او ممكن يقول له مثلا عندنا كورس ميني كورس بسعر بسيط جدا لو تيكت ب 7 دولار تقدر تحصل عليه. فبالتالي هتلاقيه بيبدا يتناغم ويندمج مع الاستراتيجيات التانية، وبالتالي بيوصل لمرحله متقدمه جدا من الشراء. فلو ركزت في بناء الايكو سيستم دوت، ان انا بركز كل استراتيجيه من دولت في خلال 3 شهور ببني الاستراتيجيه دي، بعملها مره واثنين وثلاثه لحد ما تجيب لي افضل نتائج، وبكون اتقنت المهاره بتاعتها، وبعد كده بزود على الاستراتيجيه الاولى الاستراتيجيه الثانيه في ال3 شهور الثانيه، وبعد كده ازود الاستراتيجيه الثالثه، وبعد كده ازود الاستراتيجيه الرابعه. فممكن في خلال سنه اكون بنيت الايكو سيستم المتكامل. وطبعا المحتوى لو عندك متابعين على المحتوى بيدعم الايكو سيستم بشكل كبير جدا. وكمان انت مش ضروري تستنى سنه علشان تربح، لا، انت من اول شهر لما تعمل اول استراتيجيه هتربح باذن الله، طالما انت مخطط بشكل صحيح وعارف ارقامك وعارف الحاجات الصحيحه. طيب ايه هي بقى ال7 اسرار اللي هتخليني انجح كل استراتيجيه من دولت لما اعملها؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده، ولكن الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه دوت مهم جدا علشان افهم ازاي اقدر ابني مجتمع مهتم بما اقدمه ويشتري مني بشكل مستمر، ويكون عندي دخل ثابت ومتزايد. طيب خلينا نكشف اسرار الاستراتيجيه. اول حاجه هنتعلم ازاي نعمل عرض لا يقاوم. ومش معنى اسرار الاستراتيجيه رقم واحد عرض لا يقاوم يبقى هو ده السر، لا، هو السر في ازاي تعمل عرض لا يقاوم. رقم اتنين الاعلان المربح، هنتعرف السر بقى في الاعلان المربح. رقم ثلاثة الويبينار او اللايف او الفيديو المبيعي، هنتعرف ايه السر فيه اللي يخليه مربح وناجح. رقم أربعة المكالمة البيعية، هنتعرف برضو على أسرار خاصة بيها. ورقم خمسة هنعرف أهمية المتابعة الفولو أب، علشان أقدر أبيع بشكل كبير، لأن أغلب المدربين أو أغلب خبراء التسويق بيقول لك البيع الأكبر بيكون في المتابعات. كمان هنتعلم إزاي في رقم ستة إزاي نعمل سيستم بسيط يكون احترافي ويجيب لي دخل بشكل آلي أو أوتوماتيك. رقم سبعة هنتعلم سر الإطلاق المحدد بوقت. تمام، ودي حاجة مهمة جدا ما بيعملهاش غير الشركات الكبيرة والمدربين الكبار، وهنضرب أمثلة عليها. طيب خلينا نتكلم على السر الأول اللي هو إزاي أعمل عرض لا يقاوم. العرض مهم جدا علشان تقدر تبيع تدريبك او تبيع استشارتك في ظل المنافسه الكبيره جدا. فانت لازم يكون عندك قيمه عاليه جدا تقدمها علشان عميلك ينجذب للقيمه دي، لان العميل بتاعك اللي يهمه النتيجه. انا دلوقتي وليكن هعمل استشاره لشخص مثلا صاحب بيزنس، وانا عندي عرض ليه لواحد صاحب شركه مثلا. تمام، صاحب الشركه دوت عنده مثلا يعني مشكله في المبيعات بتخليه ما يحققش رقم معين. فانا لما اقول له مثلا ادخل معاه استشاره حتى لو 10 دقائق، واقول له على طريقه يزود بيها ربحه مثلا 10000 دولار في الشهر كشركه،
فبالتالي أنا كده بقيت يعني فرصة كويسة جدًا ليه، والنتيجة بقت عالية جدًا، فبالتالي أنا لمّا أطلب في الاستشارة دي فقط $10,000 أو $5,000 فهو شايفها رقم بسيط جدًا، ليه؟ لإن هو كده هيدّيك مثلًا اللي كان كده هيكسبه في شهر واحد، ولكن أنت معاه على طول، الخبرة اللي أنت اديتها له والقيمة والنتيجة هي معاه على طول، فهو النتيجة اللي حصل عليها لا تُقدّر بسعر أو تَمَن ساعتها، تمام؟ طيب العرض لو حبيت أمثّله في قصة بسيطة جدًا، مثلًا مُدرِّب اسمه يوسف كان عنده كورس مثلًا ب3000 جنيه مصري مثلًا، لكن للأسف كان عنده منافسين كتير جدًا بيبيعوا يعتبر نفس الكورس دوّة، وأغلبهم كانوا بيبيعوه بسعر زهيد جدًا 300 جنيه و500 جنيه، فهو مش عارف، هو شايف إنه حاطط قيمة عالية جدًا في الكورس بتاعه وحاطط خبراته وحاطط وقت كبير، فبالتالي مش عارف يبيع بالسعر اللي هو عايز يبيعه. يوسف بدأ يغيّر من طريقة تفكيره وبدأ يحصل له زي نقطة تحوّل كده لمّا عمل عرض لا يقاوم، يعني بدل ما يبدأ يبيع الكورس لوحده، لأ بدأ يحط حاجات إضافية، زي مثلًا check list خطة تنفيذية لمدة مثلًا 14 يوم، دعم واتساب مباشر، ممكن جلسات، ممكن يحط متابعة شخصية، ممكن يحط حاجات كتير جدًا، فهو فعلًا بدأ يحط حاجات زي كده، حط check list وحط خطة تنفيذية لمدة 14 يوم، وحط دعم مباشر على الواتساب. النتيجة فعلًا فاجأته واتغيّرت بشكل كبير جدًا، وبدأت الناس تقول له أنا جاهز أحجز دلوقتي، بدأ الناس تفكّر إن العرض دوّة هو فعلًا اللي كنت بادوّر عليه، بدأت الناس تحس إن هو فاهمهم وفاهم احتياجاتهم، والناس بقت فعلًا اللي كانت بتقول ما معييش ومش جاهزة، لأ بتبقى جاهزة تدفع على طول علشان تحصل على العرض قبل ما يخلص، تمام؟ لأنه هنا ببساطة السعر ما بقاش غالي لأن القيمة بقت أعلى بكتير جدًا من السعر اللي باقدّمه، وكمان الناس في الآخر ما بتشتريش بسبب السعر، الناس بتشتري لمّا تحس إنها بتاخد نتيجة كبيرة وقيمة كبيرة جدًا، ساعتها بيكون السعر آخر حاجة ممكن تفكّر فيه، تمام؟ طيب خلّينا نقول قبل ما أقول لكم السر التاني، حابب أقول لكم يعني شوية أسرار كده في العرض، تمام؟ العرض الذي لا يقاوم بيتكون من 4 حاجات، والمعلومات دي مهمة جدًا لو حد حابب يكتبها، تمام؟ أول حاجة في العرض إن هو لازم يكون لمّا تيجي تبيعه، تبيعه بهدف كبير للعميل، يعني إيه؟ يعني مثلًا دخل إضافي هيحصل له، تحسين علاقات مثلًا مع زوجته أو زمايله في العمل أو تربية أولاده، تحسين صحة مثلًا واحد مثلًا صحته هتتحسن، وزنه هيخس وحاجات زي كده يعني. الحاجة التانية اللي لازم تكون في العرض الذي لا يقاوم، بناء جسر من الثقة، لازم تبني جسر مع عميلك من الثقة يخلّيه يشوف الطريق ويمشي معاك، لإن العميل لو ما خدش الثقة فيك، هو مش هيشتري منك العرض حتى لو العرض بتاعك رخيص جدًا، تمام؟ فلازم تبني معاه جسر من الثقة. طب إزاي الكلام دوّة؟ عن طريق كذا حاجة بتقدر تبني جسر من الثقة، عن طريق مثلًا آراء العملاء، التستمونيا، إن يكون عندك تستمونيا وناس جرّبوا خدمتك قبل كده وحصلوا على نتيجة، دي مهمة جدًا. الحاجة التانية إن في حاجة اسمها إزالة الاعتراضات أو الخطر، زي مثلًا ضمان إرجاع الأموال، إنك لمّا تعمل ضمان إرجاع الأموال مثلًا لو ما استفادش بالكورس وهتشوف بعض المدربين بيعملوها في تدريباتهم، فدي حاجة بتطمنهم إن هو مش هيخسر حاجة لو حس فعلًا إن الكورس مش هيفيده أو مش هيضيف له شيء يقدر يرجّعه. طيب هنا ناس هتقول لي طب أنا هاخسر كده لمّا أعمل كده، لأ هاقول لك حاجة مهمة جدًا، أنت لمّا بتعمل آآ إزالة الاعتراضات أو بتعمل ضمان إرجاع أموال، هينضم ليك أكتر عدد مبيعات زيادة حوالي 10%، تمام؟ ال10% مثلًا أنت كنت بتبيع 100 مبيعة، هيزيد على المبيعات الأساسية 10 مبيعات كمان، يعني هتبيع ب110، 110 مبيعة مثلًا في خلال شهر. طيب لمّا يرجّع منهم 2، فأنت كده من ال10% زيادة كسبت 8، ولو رجّع 2 دوّة أسوأ أسوأ سيناريو يعني، ده بنسبة كبيرة إن ما حدش هيرجّع،
او عدد قليل جدا او واحد دماغه كده حتى لو استفاد من الكورس. فبالتالي انا المستفاد في كل الحالات لما اعمل آه، ان ضمان ارجاع الاموال هينضم زياده عن المبيعات العاديه حوالي 10%. فبالتالي لما يراجع منهم اتنين انا استفدت 8 زياده. الحاجه اللي بعد كده في النقطه الثانيه الميكانيزم او طريقتي الخاصه. لازم يكون عندك طريقه خاصه بيك انت. يعني زي ما احنا اتكلمنا مثلا في الاستراتيجيه بتاعتي لما بدانا اتكلمنا عن اسم استراتيجيه خاصه بيا زي 7 فيجر فانل. انا سميت الطريقه بتاعتي كده وحاطط لها شكل معين، رغم ان انا مش انا اللي مالفها، لا دي حاجات احنا اتعلمناها من المدربين الكبار وناس كتير بتطبقها. ولكن لما انا اخليها بطريقتي واخليها باسم خاص بيا اتعرف بيه، فانا كده عملت ميكانيزم وطريقه خاصه بيا انا. لما بتيجي تعمل ميكانيزم او طريقه او فسيولوجيه خاصه بيك انت، فالناس هتعرفك بيها وهتكون شايفه ان طريقتك حاجه يعني مش متكرره كتير. فبالتالي انت سميتها مثلا اي اسم هولولولو تمام، لو بحث عنها على جوجل هو مش هيلاقي اسم الطريقه لان انت اللي سميتها. تمام. فبالتالي آه، فبالتالي انت هنا بتقدر تعمل آه، يعني ميكانيزم او طريقه خاصه بيك هتتعرف بيها بشكل جيد جدا. الحاجه اللي بعد كده النقطه اللي في يعني النقطه الاخيره في الحاجه رقم اتنين آه، اللي هي المكملات. انك انت لما تيجي تقدم عرض لازم يكون في مكملات. يعني ايه مكملات؟ المكملات اللي لو اشتراها لوحدها هتكون سعرها ممكن كبير جدا او اعلى من العرض نفسه. يعني مثلا لو انا مثلا بقدم مثلا خدمه مثلا بناء سيستم بيعي مثلا، فهو مثلا السيستم البيعي مثلا الخدمه مثلا ثمنها مثلا 100 100 جنيه مثلا. تمام، احنا بنضرب مثال يعني. تمام، 100 جنيه. وهتيجي مثلا هو محتاج يشتري تول علشان يبني بيها الفانل لو هو هيعملها لوحده ب 150 مثلا. فبالتالي هو هنا لو راح اشتريها مثلا فهيحتاج يشتريها بسعر اغلى. فانت ممكن تقدم له الخدمه، وفي طرق كتير جدا انك انت بتقدم له المكملات دي بحاجات ممكن ما تكلفكش، ولكن هي بالنسبه له هتبقى قيمه عاليه جدا. وكمان تقدر تاخد ديل مع بعض الناس اللي هتعطيك حاجات بتساعد عميلك. تمام، فبتقدمها له بافضل ما يمكن مع من خلال العرض بتاعك. تمام، فاحنا كده عرفنا في الحاجه الثانيه بناء جسر من الثقه اللي هو فيه قلنا امثال زي اراء العملاء وازاله الاعتراضات والميكانيزم ومكملات. تمام، وضحت. طيب الحاجه الثالثه علشان تقدم عرض لا يقاوم لازم تقدم نتيجه في اقل وقت ممكن. اقل وقت ممكن يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا لو انت في مجال البيزنس مثلا تقول له انا هجيب لك مثلا 5 عملاء يحجزوا معاك مكالمه مثلا كل يوم. تمام، فدي نتيجه في اقل وقت. ممكن تقول له انت هتخس، لو انت في مجال الصحه ممكن تقول له انت هتخس 10 كيلو مثلا في شهر، ولكن يكون عندك برنامج حقيقي بيؤدي للنتيجه دي. ما يعني احنا مش هنضحك على العميل يعني. تمام. الحاجه الثالثه انك انت ممكن تقول له مثلا لو واحد في مجال مثلا السوشيال ميديا ممكن تقول له مثلا انت هتحقق 100,000 مشاهده في اسبوع او في شهر. فانت كده قلت له نتيجه بوقت قليل جدا، فبالتالي دي بتدي له ثقه عاليه جدا. تمام. مثلا واحد في مجال العلاقات وتربيه الاطفال ممكن تقول له تحسين سلوك اطفالك مثلا في 3 اسابيع من خلال البرنامج بتاعي. فبالتالي دي حاجات بتساعد بشكل كبير جدا اللي هو آه ان هو يقدر يوصل لنتيجه في اقل وقت ممكن. وحد كاتب ممكن نعيد الفكره رقم ثلاثة. الفكره رقم ثلاثة اللي هي نقدم نتيجه في اقل وقت ممكن. ما نتوهش من بعض. اول حاجه قلنا علشان اعمل عرض لا يقاوم لازم يكون ابيع بالهدف الكبير للعميل، زي مثلا دخل اضافي، تحسين علاقات، تحسين صحه. الحاجه الثانيه بناء جسر من الثقه زي مثلا اراء عملاء، ازاله الاعتراضات، ان يكون عندي ميكانيزم او يكون اقدم مكملات. تمام. الحاجه الرابعه بقى اللي هنتكلم عنها ان انا اقدم له الحاجه الثالثه ان يكون في نتيجه في اقل وقت ممكن، زي مثلا هجيب لك 5 عملاء يحجزوا معاك مثلا مكالمات في يوم، هتخس 10 كيلو في شهر مثلا، وهكذا يعني. او تحسين سلوك اطفال مثلا في اسبوعين او 3 اسابيع، وهكذا. دي الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه بقى والاخيره ان انا اقدم
الخدمه بتاعتي باقل مجهود على العميل. يعني مثلا اضيف اشياء تساعده. يعني لو قدرت اخلي العميل ما يعملش مجهود خالص وان هو يحصل على خدمتك بدون اي تعب، حاول يعمل كده. في 4 حاجات او 4 نقاط تحت النقطه الرابعه ديت ممكن تساعد بيها عميلك. اول حاجه done for you، انك انت ممكن تعمل حاجه عنه خالص. يعني تعمل له حاجه بالكامل ليه هو. مثلا تبني له صفحه سوشيال ميديا بالكامل، او تعمل له مثلا ديكور منزل معين، تعمل له مثلا حاجه معينه. تمام. لكن مش هينفع طبعا تروح تخس مكانه يعني. فانت في حاجات معينه هي اللي ينفع فيها done for you يعني. تمام. الحاجه الثانيه ممكن تعمل له بعض الاشياء. تمام. زي مثلا هي اسمها done with you. تمام. انك انت مثلا تقول له مثلا انا هعمل جزء وانت اعمل جزء. مثلا هنعمل لك مثلا اعلانات وانت صور الفيديوهات مثلا. تمام. فبيبقى حاجات done with you بتتعمل مع بعض. تمام. هو في حد عنده مشكله في الصوت؟ لو حد عنده مشكله في الصوت اظن الناس يعني كلها تقريبا سامعه، فممكن يكون من الجهاز نفسه. تمام. طيب، بعد كده كده احنا فهمنا ال4 حاجات اللي ممكن تساعدني ان انا اعمل عرض قوي جدا لا يقاوم. يبقى اول حاجه لازم ابيع بالهدف الكبير، تاني حاجه بناء جسر من الثقه وخدنا امثال عليه، تالت حاجه نقدم نتيجه في اقل وقت ممكن وخدنا امثال عليها، رابع حاجه اقل مجهود ممكن و يعني اضيف اقل مجهود ممكن اساعد بيه العميل واضيف اشياء تساعده. تمام. قلنا زي دان فور يو ان انا اعملها عنه، او دان ويز يو اعملها معاه، او ممكن اعطيه اشياء تعليميه ليرن يتعلم هو، اقول له مثلا خد الكورس دوت شوفه وانا مثلا وطبق وانا وارجع لي في التطبيق مثلا. تمام. دي حاجات ليرن مثلا. في حاجه رابعه برضو من ضمن المكملات اللي ممكن تعطيها للعميل وتساعده في تحقيق هدفه، زي التولز، الادوات اللي هيستخدمها. تمام. مثلا تولز زي بناء صفحات، تولز مثلا او تشيك ليست مثلا لواحد مثلا عايز يخس في برنامج معين يمشي عليه، او كالكوليتر معينه. فدي كلها تولز وحاجات كتير جدا متواجده في كل المجالات. ممكن تشوف عميلك هو محتاج ايه بالظبط، تقدم له كل ما هو محتاجه. تمام. طيب، خلينا بعد كده ننتقل للسر الثاني في الاستراتيجيه. ازاي اعمل اعلان مربح، اعلان ناجح، وفعلا الفلوس اللي انا بحطها في الاعلان تكون بالنسبه لي استثمار وما تكونش تكلفه او خساره. تمام. ففي برضه 3 اسرار هنتعلمهم في الاعلان المربح. تمام. اول حاجه في الاعلان المربح لازم يكون عندي رساله واحده بتخاطب عميل واحد. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا في الاول لازم يكون عندي عميل مثالي محدد، هو دوت اللي انا هخاطبه، وان انا دوت اللي هساعده، سواء هقدم محتوى بكلمه هو، سواء انا بعمل ماركتينج او اعلانات بكلمه هو وبساعده هو وبتكلم عن مشاكله هو. فانا عندي عميل واحد لازم يكون عندي رساله صح خاصه بيه ورساله واضحه. والرساله الصح هنا تعني، تمام، ان انا اكلم العميل حسب مرحلته. يعني ما اجيش اكلم عميل اول مره يشوفني زي عميل مثلا حضر معايا مثلا ويبينار من شهرين. لا، انا هنا مثلا لازم اكلم كل واحد حسب مرحلته. يعني العميل اول مره يشوفني ما ينفعش اقول له تعالى اشتري الكورس بتاعي. لا، انا بقول له مثلا تعالى احضر معايا محاضره مجانيه ويبينار مثلا، تعالى شوف فيديو، تعالى خد كتاب، احضر، طيب احجز معايا مكالمه استشاريه مجانيه تساعدك تفهم مشكلتك. دي كلها حاجات ممكن تساعد عميلك في الاول وياخد الثقه منك. فبالتالي انت لازم تخاطب كل واحد حسب المرحله اللي هو فيها. تمام. فبالتالي قلنا لازم يكون محدد عميل بتراسله هو فقط وبتراسله حسب مرحلته. الحاجه الثانيه ان يكون عندك كرييتيف، يعني احترافي ومتنوع.
لاني دلوقتي غير زمان، ما ينفعش دلوقتي ان انا اعمل اعلان بصوره واحده او فيديو واحد، لا انا لازم يكون عامل كرييتيف بعدد كبير جدا ومتنوع، وبيخاطب العميل بزوايا مختلفه. يعني مثلا العميل اللي عايز مثلا يخس مثلا، فاجي اعمل له مره صوره توضح له مثلا قبل وبعد مثلا، اجي مثلا مره اعمل له فيديو اقول له تستمونيا مثلا لشخص اشترك في البرنامج بتاعي وحصل على نتيجه. اجي مثلا اعمل فيديو تاني اكلمه على حاجه في انها مش هتعمل له ضرر مثلا، او حاجات كيميائيه انها هتسبب له مشاكل مثلا في الكلى، مشاكل في جسمه. فبالتالي انا بكلمه بزوايا مختلفه وبكرييتيف متنوع ومرئي بشكل يجذب الشخص. تمام. فدي الحاجه الثانيه في الاعلانات علشان الاعلان يكون ناجح وواضح. الحاجه الثالثه اللي هو تحليل الارقام بدقه. وتحليل الارقام بدقه، احنا قلنا الرساله الصح. الرساله مهمه، ولكن ماذا لو لم تلفت انتباه العميل؟ فدي اللي هنقولها بقى، اللي احنا قلناها في المحتوى المرئي الاحترافي. تمام. طيب خلينا نقول بعد كده رقم 3 في الاعلانات هي تحليل الارقام بدقه. تمام. طيب زي ايه بالظبط؟ انا لو عامل اعلانات ومش عامل لها مش بحلل الحملات بتاعتي وبتابع الارقام بتاعتي، فانا كده حتى لو بكسب دلوقتي ممكن هخسر كمان شويه، لان أنا مش عارف رايح فين. يعني واحد راكب العربيه وفاكر نفسه ان هو بيوصل ويتقدم، وفي الاخر ممكن يكون يدخل في طريق يخليه يعيد المشوار تاني من الاول، او يكلفه وقت كبير جدا. تمام. فبالتالي انا هنا لازم يكون عندي مقياس للاداء، او بنسميها كي بي اي، لمؤشرات الارقام بتاعه الاعلانات. طيب خلينا ناخد اهم 3 ارقام انا اخد بالي منها كمدرب. ايه هي الارقام ديت؟ اول حاجه حاجه اسمها الرؤاس. الرؤاس ديت هي لازم احسبها قبل ما احط الميزانيه. يعني مثلا انا لو ببيع مثلا خدمه معينه، والخدمه دي انا بجيب فيها تولز وبجيب فيها حاجات معينه واحط فيها حاجات معينه، يعني انها هتكلفني فيها تكلفه. تمام. فانا دلوقتي مثلا لو مش حاسب الرؤاس ديت هي تكلفه العائد على الاستثمار. يعني انا حطيت جنيه في الاعلانات او دولار في الاعلانات، وعاد عليا بكام الضعف، يعني عاد عليا باثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10. تمام. فدي لازم احسبها. طب انا بحسبها ممكن ازاي؟ احسب الاول انا علشان اكون ربحان لازم على الاقل احقق كام الضعف من الرقم الرؤاسي. يعني مثلا ممكن الاعلان التكلفه ما هيش تكلفه الاعلان بس، وليكن انا ببيع كورس، والكورس ده مثلا سعره مثلا له تيكت 10 دولار مثلا. تمام. وممكن تكون البيعه ثمنها 10 دولار او 11 دولار، فانا هنا في الحاله دي خسران. تمام. طيب ولكن لو انا حاطط الرؤاس بتاعي عارف ان انا ممكن يعود عليا بالاستثمار كام بالظبط، فانا ممكن اكون مخطط ان انا مثلا علشان ما نتوهش من بعض، انا دلوقتي عندي مثلا كورس ب 10 دولار وليكن مثلا حاجه له تيكت. تمام. فلازم اكون عارف انا الكورس ده انا مكلفه اعلانات كام، في حاجات انا هضيفها فيه ولا لا، واحسب كل التكلفه. فانا محتاج مثلا علشان اكون ربحان اكون محقق على الاقل خالص 2 رؤوس، يعني 20 دولار. طيب بجيبها ازاي؟ بقدر ساعتها اضيف مكملات، حاجه اسمها ماكسمايزر. ان انا مثلا هتلاقي الناس اللي بتعمل كورس لو تيكت وانت بتدفع ال 9 دولار او ال 7 دولار او ال 10 دولار بتلاقي فيه بوكس ظهر معاك كده بيقول لك مثلا ضيف ديت ب 12 دولار، ده كورس اضافي، لا دي تول، دي حاجه اضافيه. فهنا ببدا اعلي الربحيه بتاعتي علشان اعلي من الربحيه والرؤاس بتاعي. بدل ما ادفع في الاعلان 10 دولار والكورس اساسا بيتباع ب 10 دولار، لا انا ممكن اكسب 20 و25. في حاجه اسمها اب سيل وداون سيل، دي كلها حاجات بتعلي الرؤاس بتاعي. تمام. وطبعا الموضوع دوت دي يعني تفاصيل كتير وشرح كبير، فمش عايز ادخلكم فيه دلوقتي. تمام. طيب خلينا نشوف الحاجه الثانيه اللي هي سي بي اي او الكوست بير اكوزيشن، اللي هي تكلفه البيعه نفسها. تمام. انا هنا حسبتها من شويه ان انا مثلا كورس عامله ب 9 دولار. تمام. فانا وليكن الاعلان تكلفه البيعه نفسها ممكن تكون ب 10 دولار.
انا هنا هبان ان انا خسران، ولكن لما بحط الحاجات الماكسمايزر واكون حاسب كويس جدا الكوست بير اكوزيشن بتاعي ان انا ما اخسرش، فدي لازم اتابع. طيب انت ممكن اخسر آه، او علاجها ايه علشان ما اخسرش والاقي تكلفه البيع عاليه؟ يعني مثلا انا ببيع كورس ب 10 دولار دلوقتي او 9 دولار، ولقيت البيعه وصلت ل 20 دولار مثلا، يعني انا اعمل ايه في الحاله دي علشان اقلل السي بي اي او الكوست بير اكوزيشن؟ ساعتها بستهدف جمهور جديد واوسع من دايره الجمهور بتاعي. يعني انا لو بستهدف مصر بس مثلا في الاعلانات، لا ادخل معاها السعوديه، ادخل معاها آه، الاردن، ادخل معاها دول تانية مثلا من جمهوري، فبوسع الدايره بتاعتي. فهنا بعمل آه، اوسع جمهور اكبر، وكمان اعمل كرييتيف مختلف. والكرييتيف المختلف هو ده اكتر حاجه بتقل عليا تكلفه البيع. الحاجه الثالثه لازم احسبها بقى على المدى الطويل، حاجه اسمها ال تي اي او لايف تايم افريج، تكلفه البيع على المدى البعيد. احيانا في ناس بتعمل حاجه مهمه جدا ما حدش بياخد باله منها غير الناس اللي فاهمه كويس جدا، ان انا دلوقتي ممكن اطلع كورس فعلا لو تيكت هو سعره 7 دولار مثلا او 9 دولار، هنفترض مثلا كورس 7 دولار، ولكن انا ممكن يكون تكلفه البيع عليا 10 دولار. يعني انا الكورس بكسب منه 7 دولار وتكلفه البيع عليا 10 دولار، وبكون انا مبسوط. مبسوط ليه؟ طيب انا بصرف لي، انا بخسر كده؟ لا انا مش هخسر حضرتك. انا دلوقتي مثلا، انا هفترض يعني في اصعب الاحتمالات ان انا دلوقتي مثلا بدخل كل يوم 10 عملاء يدفعوا لي بالكريدت كارد مثلا 7 دولار. الشخص دوت بيبقى مؤهل جدا ان هو لما اعرض عليه كورس هاي تيكت او خدمه هاي تيكت، الناس دي من اوائل الناس اللي بتشترك في الخدمه. فبالتالي انا هنا بحسب العميل مثلا على مدار 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور او سنه، انا كسبت من العميل ده قد ايه. هو في الاول انا دفعت عليه 10 دولار علشان يجي يدفع لي 7 دولار، فانا كنت خسران، ولكن بعد كده اشترى مني حاجه ب 50 دولار، بعد كده اشترى مني حاجه ب 100 دولار، بعد كده اشترى مني برنامج كبير ب 500 دولار. فبالتالي اللايف تايم افريج بتاع العميل بتاعي في خلال سنه مثلا انا بقيت اكسب منه مثلا 600 دولار مثلا. فبالتالي انا العميل كده دوت بالنسبه لي مربح جدا. تمام. طيب علشان ابسط لكم الموضوع، لان التحليل والارقام الاعلانات دي موضوع كبير وبيبقى محتاج كورسات متخصصه لوحدها، وانا ان شاء الله قريب جدا او الشهر الجاي ان شاء الله هنزل زي كورس لو تيكت برضو، آه، يعني بيكون بيتكلم على اعلانات الخاصه بالخدمات التعليميه والكورسات والاستشارات والكلام ده كله، وهيكون في كل حاجه بقى بشكل مفصل. تمام. فبالتالي علشان نراجع بسيط على موضوع الاعلانات، لازم يكون عندي عميل محدده، ولازم يكون عندي رساله واضحه بتخاطب بيه مشاكله. الحاجه الثانيه لازم يكون عندي كرييتيف متنوع يجذب عميلي، وبنفس الوقت يكون بيناقش زوايا مختلفه عند عميلي. رقم 3 في الاعلانات ان انا احسب الارقام بتاعتي كويس جدا، وافهم الارقام وافهم كل رقم بيدل على ايه بالظبط، واعرف ان انا العميل دوت ممكن انا النهارده خسران فيه، بس على مدار 6 شهور هيكون كسبان كويس، او على مدار سنه العميل دوت ممكن اضيف له حاجات ماكسمايزر زي اب سيل وداون سيل مع الكورس، بدل ما هو هيدفع لي 9 دولار بس هيدفع لي 25 دولار او هيدفع لي 50 دولار. فبالتالي انا هنا عرفت بعض الحاجات اللي ممكن تساعدني اظبط ارقامي واعالجها. تمام. في اي سؤال خاص بالاعلانات؟ الاعلان مهمه جدا لازم تتعمل، هي التراكنج، ان انا لازم يكون عندي تتبع للاعلانات. يعني انا مثلا عامل اعلانات، لازم اربط الحساب الاعلاني بتاعي بالتول او المنصه اللي انا عامل عليها الفانل والصفحات والايميل ماركتنج، علشان لما حد يسجل في الصفحات دي بيبعت زي اشاره كده للحساب الاعلاني بتاعي بيقول ان في عدد معين سجل. لما بيحصل بيعه بيبعت له ريبورت، فالفيسبوك بيعرف الناس اللي هي سجلت او اشترت منك، فبيفهم صفات العميل ده ايه، وبيروح بعد كده بيحسن من ادائه معاك وتكلفته، فبيجيب لك عملاء زي ما بيقولوا كده بالبسيط، او كلمه انتوا سمعتوها كتير اللي هو البيكسل والكونفرجن اي بي اي، حاجات كده بتتربط بالمنصه اللي انت بتشتغل عليها. تمام. طيب خلينا ننتقل للمرحله اللي بعد كده.
السر الثالث الويبينار او الفيديو البيعي. ليه احنا قلنا في اول استراتيجيه في الايكو سيستم هي الويبينار؟ هو ممكن على فكره ممكن ابتدي بالكول فانل، ولكن الويبينار اسهل حاجه تبتدي بيها. تمام؟ ليه الويبينار؟ هو زي ما بيسموه كده سلاحك الذهبي. لان الويبينار هو يعني حاجه زي بالظبط كده انت يعني عدد كبير بيشوفك ويعرفك في وقت قليل، وفي نفس الوقت بياخد معاك اكشن سريع. يعني هتلاقي مثلا عدد ناس ما كانوش يعرفوك قبل كده او شافوا الاعلان بتاعك، سجلوا، حضروا معاك، عرفوا انك انت بتتكلم عن المشاكل الخاصه بيهم، فبالتالي بيبداوا بعد كده يتابعوك، وشافوا وخدوا قيمه منك في الويبينار، فبالتالي بيبقى مستعد وواخد يعني ويكون جاهز لمرحله الشراء. تمام؟ طيب خلينا نقول الويبينار ليه؟ لانه بيدي العميل احساس انك فاهمه كويس جدا، بحيث بيدي للعميل قيمه وبتقوده للخطوه اللي بعدها، اللي هي حجز مكالمه او شراء بشكل على طول. كمان يعني عايزك تتخيل كده انك بتبيع ل 100 شخص في نفس الوقت وانت مرتاح، فتخيل مثلا منهم مثلا 10% اشترى، فانت لو العرض بتاعك مثلا ب 200 دولار 500 دولار، فانت في لقاء واحد بس ممكن تعمل رقم جيد جدا. طيب انا اضرب لكم مثال الويبينار وليه انا الويبينار دوت حاجه يعني معتز بيها جدا. ليه؟ لان انا زمان زي ما انا قلت لكم كنت بعد ما عملت شيفت كارير اشتغلت في شركه مستلزمات طبيه في مجال المبيعات، وقعدت فيها حوالي 3 سنين. كانت حوالي سنه 2007 و2008 و2009. من سنه 2008 و2009 الموضوع ده من 16 سنه يعني، كان وقت فعلا كان ساعتها يعني في الشركه دي بتقدم كورسات. يعني هي شركه اساسا شغلها الاساسي بتقدم مستلزمات طب اسنان، او تحديدا بتصنع الزراعات او المسامير اللي هي بتاعت زراعه الاسنان. تمام؟ كانت شركه مصريه بنسبه 100% يعني. تمام؟ مش عارف دلوقتي موجوده ولا لا، ولكن هي كانت واخده حيز كبير جدا من السوق. طيب الشركه دي كانت بتعمل ايه حاجه كده جنب البيع الاساسي بتاعها؟ كان عندهم كورس في زراعه الاسنان، بيعلموا طلبه كليه اسنان اللي هم بتوع امتياز، اللي هم في اخر سنين في الكليه او الناس اللي لسه متخرجين، بعلموهم زراعه الاسنان. عباره عن كورس حضوري طبعا، بيبقى فيه جزء منه نظري وجزء منه عملي. الكورس دوت كان سعره 5000 جنيه وقتها. وقتها دي كان الدولار ساعتها ب 5 جنيه او 5 ونص حاجه زي كده، يعني تقريبا ال 5000 جنيه ديت بمقام 1000 دولار ساعتها، او بمقام دلوقتي 1000 دولار. تمام؟ طيب الشركه دي كانت بتسوق للكورسات دي ازاي؟ زي اللي احنا بنعمله كده الويبينار اللي اتكلمنا عنه، ولكن زمان كانت حاجه اسمها سيمينار، اللي هو مش اونلاين بقى، لا كان حضوري. لو فيكم حد حضر حاجه زي كده بكده يعني يكتب لي في الشات. كان محاضره زي اللي احنا فيها كده النهارده، بس كانت بتبقى حضوريه. بيحجزوا قاعه مثلا ل 200 فرد او 500 فرد حسب العدد اللي هم هيدعوه، وكان بيجي عدد يحضر. تمام؟ كنا احنا كفريق مبيعات بننزل كليات الاسنان، بنقابل طلبه الامتياز، بنعمل لهم دعوه لحضور السيمينار المجاني. تمام؟ وكان فعلا الشركه بتعمل السيمينار دوت كل شهر مره. كنا بندعو عدد، ولكن القاعه مثلا كانت بتسيح في حوالي 200 شخص، فبالتالي كان بيحضر في حدود 200 شخص في السيمينار دوت. كان في اخر السيمينار طبعا كانوا بيتكلموا عن فوائد الزراعه واهميتها لما تيجي تعمل كمان فيها ماجستير وحاجات زي كده. وفي الاخر كانوا بيقدموا لهم اوفر ان احنا هنقدم لك كورس في زراعه الاسنان، وهنعلمك ازاي تعمل الكلام دوت بشكل عملي، واحنا هنكون معاك وانت بتعمل الكلام دوت، وهنمهد لك الكلام دوت علشان تسجله في الرساله بتاعتك. فكنا بيجمعوا مثلا الناس مثلا اللي حضروا 200، كان حوالي من 20 ل 30 شخص كان بيحجز في الكورس دوت، اللي هو كان ساعتها وقتها ب 5000 جنيه مصري، كان ساعتها في حدود بما يعادل 1000 دولار دلوقتي. هي فعلا كان في الوقت دوت اللي هو 2008 كان ال 5000 فعلا بتعادل 1000 دولار. من ساعتها ال 5000 ديت كان ساعتها كنت شاري عربيه 128 ب 7000 جنيه. تمام؟ ف يعني كان رقم كبير. تمام؟ فهم كان بيحضر معاهم في حدود 200 شخص، ومن ال 200 شخص دولت كان بيشترك في حدود 20 من 20 ل 30 شخص. انا هفترض على اسوأ يعني اقل عدد اللي هم ال 20 شخص في 5000، يعني حوالي 100000 جنيه مصري وقتها، بما يعادل دلوقتي مثلا 20000 دولار اللي هم مليون جنيه مصري دلوقتي. انا كنت بتفاجئ من الرقم. هو ينفع حد يعمل محاضره مجانيه في يوم يجمع فيها عدد بيبيع لهم حاجه ويكسب، او يعني بيعمل مبيعات ب 100000 جنيه ساعتها اللي هي تعادل 20000 دولار دلوقتي؟ وكانوا بيكرروا الموضوع ده كل شهر. كانوا بقى في الكورس نفسه بيبقى فيه جزء نظري في فندق
وبعد كده جزء عملي في العياده تبع الشركه. فبالتالي كمان كانوا في الاوفر كان بيوفروا لهم تولز زي الادوات اللي بيعمل بيها زراعه الاسنان، وكمان الزراعات اللي هي المسامير والكلام دوت. فبالتالي كان اوفر قوي، ولكن هو كان غير مكلف بالنسبه للشركه غير ثمن القاعه بس، فكانت حاجه بسيطه بالنسبه لهم. ولكن كان يعني بيج ديل، يعني كان بيطلعوا رقم حلو جدا. فبالتالي الواحد من ساعتها علم معاه موضوع الويبينار دوت، وشافوا ان هو فرصه كبيره جدا ان هو الواحد يقدر يعمل حاجه زي كده. ولكن ساعتها طبعا الواحد ما كانش عنده، طبعا الموضوع ما كانش متاح اونلاين ساعتها، او على الاقل في الدول العربيه ما كانش منتشر، او ما كانش لسه بدا. زائد انا ما كانش عندي ساعتها الخبرات والحاجات اللي اقدر اقدمها في عشان اعمل الحاجه دي. ولكن فضلت في ذهني المعلومات ديت والحاجه، وقوتها قوه الويبينار او المحاضرات او البرزنتيشن بشكل عام سواء اونلاين او اوفلاين، ان انا اجمع عدد معين من الناس اديهم قيمه عاليه جدا، وفي الاخر بعرض عليهم اوفر بيساعدهم يوصلوا لهدفهم. تمام. فدي كانت اكتر حاجه حسستني بقيمه الويبينار. تمام. فعلشان كده الويبينار من الاستراتيجيات المهمه جدا للمدربين. وممكن ما ياخدش منك وقت غير مره واحده في الشهر او مرتين في الشهر، ده اذا انت حابب تعمله مرتين. يعني في ناس بتعمله مره واحده في الشهر فبيطلع ساعتين لايف، ولكن بيجيب نتيجه كويسه جدا. تمام. طيب خلينا ننتقل بعد كده للسر الرابع، المكالمه البيعيه. مهم جدا المكالمه البيعيه، سواء انا هستخدمها في استراتيجيه الويبينار نوع من انواع المتابعه، او انا بستخدمها في الكول فانل اللي هي الاستراتيجيه الثانيه اللي هي قايمه اساسا على المكالمات. بعمل فيديو مبيعي بدل طبعا الويبينار، بعمل فيديو مبيعي. طبعا الاستراتيجيه الثانيه دي بضيفها على الاستراتيجيه الاولى، لان الايكو سيستم علشان يشتغل بشكل سليم ان انا اكون عامل 4 استراتيجيات وبيمشوا مع بعض بشكل متناغم. في اشخاص ما بتحبش تحضر اللايف، فممكن تحجز معايا مكالمه. في ناس ما بتحبش تطلع مكالمات 1 تو 1 مع حد، فممكن تحضر لايف. في ناس ما بتحبش كده ولا كده، ممكن تشتري لك كورس مثلا لو تيكت ب $7 او $9 تجربك بيه. فبالتالي بيكون عندك طرق مختلفه ومتنوعه حسب طبيعه العميل وذوقه واختلاف فكره وطباعه ووقته. فبالتالي في ناس ما بتحبش ده ولا ده ولا ده، لا انا هقرا لك كتاب. فبالتالي بيبدا يستخدم الاستراتيجيه الرابعه علشان يدخل الايكو سيستم. فبالتالي انت بقى عندك ابواب مختلفه بتدخل منها العملاء، وفي الاخر بيوصلوا لمراحل شراء واحده بتوصلهم للعرض بتاعك الهاي تيكت. فخلينا ننتقل للسر الرابع، المكالمه البيعيه، وانها مهمه جدا للعميل عن طريق ان انا اتابعه بعد الويبينار. ممكن اقول له لو لقيت عنده يعني مثلا انا قلت مثلا في الويبينار تواصلوا معايا على الواتساب، فلقيت عنده استفسارات كتير، طيب ايه رايك نحجز مكالمه؟ تمام. ف... فنبدا حد يطلع معايا في المكالمه بيجاوب على اعتراضاته ويوضح له الفكره بشكل سليم. او لو في الاستراتيجيه الثانيه اللي هي الكول فانل، فهي بتبقى عباره عن مكالمه استشاريه بتساعد العميل مثلا ان هو يشوف طريقه اللي ممكن يمشي فيه، او بتوجهه بشكل سليم، وبتقول له انا عندي حاجه ممكن تساعدك توصل لهدفك، ان احنا هنمشي مع بعض مثلا من خلال برنامج تدريبي او جلسات او كورس وادوات وحاجات زي كده هتوصلك لهدفك مثلا في 3 اسابيع زي ما قلنا، في شهر، وهكذا. تمام. فالمكالمه مهمه جدا في المتابعه او كاستراتيجيه بيعيه مهمه في الايكو سيستم. طيب في احصائيات عن البيع في المكالمات بيقول لك هو 61%، هي مش 161، هي 61% من المشترين يفضلوا التحدث الى انسان قبل ما ياخد قرار الشراء. يعني لو عملوا احصائيه كده ان بيدوا الناس صفحه فيها المعلومات ويشتري منها على طول، وشركه ثانيه مثلا كانت بتستخدم مثلا بتبيع نفس الحاجه بس بطريقه مختلفه، انهم عاملين مكالمات بيعرضوا فيهم العرض بتاعها. فبالتالي كان نسبه المشتريين اكتر بكتير جدا من خلال المكالمه. في برضه احصائيه ثانيه بيقول لك الشركات اللي بتستخدم المكالمات كجزء من نظام البيع بتاعها بتحقق متوسط زياده في الربح او المبيعات من 30 ل 50% مقارنه بالاعتماد على الطرق المؤتمته زي ما اتكلمنا من شويه. تمام. طيب تعالوا ندخل على طول على السر الخامس، هو المتابعه او الفولو اب. طيب ليه المتابعه مهمه جدا؟ ليه؟ لان المتابعه هي يعتبر يعني فيها البيع كله. المتابعه، لان المتابعه هي بتبقى احيانا انت لما تعرض الاوفر بتاعك الشخص ما بيكونش ممكن جاهز في وقتها، ولكن ممكن بعد اسبوع يكون جاهز، ممكن بعد شهر، ممكن يكون جاهز في ايا كان. والمتابعه فيها يعني فوائد كتير جدا. ولكن مثلا لو قلنا المتابعه الخاصه بالويبينار مثلا في الاستراتيجيه الاولى في الايكو سيستم، فلازم بتتابع العميل ب3 رسائل بعد التسجيل مباشره للتذكره، انك انت بتفكره ان هو يحضر الويبينار. مثلا رساله قبلها ب 24 ساعه بتقول له بكره ان شاء الله عندنا ويبينار الساعه 8، اجهز عندنا مواضيع مهمه مثلا، وفي
رساله مثلا قبلها بساعه، وممكن رساله قبلها ب5 دقائق وتقول له خد اللينك احضر، وهكذا. في دي رسائل بعد التسجيل مباشره بتساعد العميل ان هو يفتكر الويبينار بتاعك. تمام. في كمان 3 رسائل بعد الحضور في تحفيزه حجز مكالمه، يعني نوع من انواع المتابعه برضه، انك انت ممكن تبعت له 3 رسائل سواء على الايميل او على الواتساب او على جروب مثلا زي التليجرام او معا كلهم. بتبعت له رساله مثلا تقول له مثلا طيب ايه رايك لو انت عندك استفسارات لسه او اعتراضات او حاجه، احجز مكالمه معانا وهنساعدك يعني نجاوبك على استفساراتك. وفي من 3 ل7 رسائل بتكون رسائل بيعيه بعد بقى الويبينار مثلا ب 24 ساعه، بتبدا تقول له مثلا ان العرض مثلا بتاعك لو هو محدد بوقت او بعدد، فبيتعرف الكلام دوت. بتعرفوا الفيتشر بتاعت العرض بتاعك، بتعرفوا المزايا، بتعرفوا النتيجه اللي هيوصل لها، بتعرفوا القيمه اللي هيحصل عليها، بتعرفوا انك انت هتساعده وانك انت هتكون سبورت معاه. كل دي من خلال رسائل المتابعه. تمام. وفي حاجه اسمها ارجنسي، يعني حاجات استعجاليه كده، ان انت بتقول له مثلا في العرض بتاعي مثلا هو يا اما محدد يعني باقي عليه 48 ساعه وينتهي. تمام مثلا يعني. تمام. فدي المتابعه مهمه جدا في اي بزنس كمان، مش بس بيع الكورسات. تمام. في حد بيقول لك كده العميل ما يزهقش ممكن يغير رايه من الالحاح. هو مش الحاح، هو بيبقى رسائل متتابعه. مثلا رساله ما تكونش الرسائل كلها بتاعه المتابعه ما تكونش بيع. في رساله مثلا ممكن تبين له الفيتشر بتاعه الخدمه بتاعتك. في رساله ثانيه ممكن تبين له القيمه اللي هياخدها، هو ممكن ما يكونش لسه شوف القيمه. في رساله ممكن تعرفه النتيجه او الطريق اللي هيمشي فيه. في رساله بتعرفه بقى ان هو خلاص باقي على الاوفر دوت مثلا 48 ساعه. لو انت جاد حاول تكون متواجد يعني. فالرسائل طبعا لو كلها بيع او كلها زن فطبعا بتبقى حاجه مش حلوه خالص. ولكن الرساله لازم برضو يكون فيها قيمه للعميل، انك انت رساله مثلا تعليميه بتعرفه حاجه معينه ما كانش واخد باله منها، بتقول له على مشكله عنده او الم عنده لو ما خدش اكشن اتجاه حله ممكن يوصله لنتيجه ثانيه. تمام. بمناسبه المتابعات، كان في اشهر يعني رجل بيع على مستوى العالم. الراجل ده الناس استغربوا واحتاروا جدا فيه. كانوا بيلاقوه الكلام ده في الخمسينات كمان، يعني من حوالي 70 80 سنه يعني. تمام. الراجل ده كانوا بيلاقوه بيبيع في اليوم حوالي 13 سياره. هو رجل بيع كان بيبيع سيارات او عربيات. تمام. كانوا بيلاقوه بيبيع في اليوم بيوصل ل 13 عربيه. تخيل انت حد بيشتغل في مجال مبيعات السيارات بيبيع كل يوم لوحده 13 عربيه. استغربوا الراجل ده كان بيعمل ايه. الراجل ده كان بيعمل حاجه بسيطه جدا. الراجل ده كان اي حد بيجي يتفرج في المعرض او يتكلم معاه او يتعرف عليه بياخد اسمه وعنوانه. ومثلا ممكن يعني كان زمان اسمه وعنوانه بس، ولا كان في ايميل ولا واتساب، وممكن ما ياخدش رقم تليفونه كمان. هو كان يهمه الموضوع في اسمه وعنوانه، عنوان بيته. كان بيبعت له في كل مناسبه، مثلا في تاريخ ميلاده او كان بيعرف تاريخ ميلاده مثلا بيبعت له برقيه بيقول له فيها كل عام وانت بخير. بيجي مثلا راس السنه اعياد الكريسماس بتاعتهم بيبعت له مثلا كل سنه وانت طيب، هابي نيو يير. في مثلا اي مناسبه يبعت له برقيه كده تهنئه. فالناس دي كلها هو طبعا كان بيخش عنده مثلا في اليوم ولا 100 واحد مثلا، ولكن مع الوقت بقى عنده داتا كبيره جدا. فبالتالي لما كان بيبعت الرسائل دي، طب حط نفسك مكان العميل لو واحد بيبعت لك برقيه وفاكرك دايما كل سنه وانت طيب، فاكرك في عيد ميلادك، فاكرك في عيد الاضحى، فاكرك في رمضان، فاكرك في كل مناسبه، بيبعت لك رساله وتهنئه وبود وبحب. فبالتالي انت الاول ما هتفكر تجيب سياره هتجيبها منين؟ اكيد هتروح للشخص دوت. فده كان سر نجاحه وسر بيعه حاجه يعني غاليه بعدد كبير وارقام كبيره. تمام. والراجل ده فعلا عمل يعني كان مليونير فعلا. تمام. فيعني المتابعه، والمتابعه مش لازم بس ان يكون فيها رسائل بيعيه، لا، متابعه ممكن بس ان انا ببعت بس للعملاء اللي عندي الداتا اللي عندي على مثلا الواتساب كل جمعه مثلا ببعت لهم جمعه مباركه مثلا. حاجه بسيطه جدا ولكن هتسيب اثر عند العميل ايجابي. تمام. خلينا ندخل بعد كده على السر السادس: بناء سيستم اوتوماتيك. ان انا لو حاولت ان انا اعمل كل حاجه بنفسي فانا بضيع وقت ومجهود كبير جدا آه على نفسي. ولكن في ظل دلوقتي الاتمته وان انا يكون في طرق انها كلها تشتغل بشكل اوتوماتيك، يعني رسائل المتابعه دي مش محتاج ان انا ابذل فيها اي مجهود، ان انا بعملها مره واحده وبعمل تاكس كده للعملاء اللي بيدخلوا عندي الايكو سيستم كل يوم، وبيتبعت رسائل بشكل اوتوماتيك للعملاء. واحد سجل في الويبينار بيتبعت له عن طريق، طبعا اللي بيحكم الكلام ده حاجه اسمها اوتوميشن. بيتبعت له رساله اول ما بيسجل بيقول له شكرا على تسجيلك، ان شاء الله ميعادنا يوم كذا، حاول تضيف الميعاد في الكالندر الخاص بيك، وهكذا. واحد مثلا حاضر الويبينار هيتبعت له رساله مثلا يقول له مثلا ايه رايك
لو التسجيل متاح مثلا بيقول له شوف التسجيل، او بيبدا يتابعه برسائل بيعيه زي ما قلنا. واحد مثلا في الكول في الكول فانل حجز مكالمه، فبتبعت له رساله على طول اول ما بيحجز، بيقول له ميعادنا كذا، وبيفكروا قبلها بساعه. وعلى فكره الاتمته دي ممكن تكون مش بس على الايميل، ممكن تكون على الواتساب كمان. تمام. وهقول لكم ازاي في الاخر عن طريق بعض الادوات يعني. تمام. فبالتالي لازم يكون عندك سيستم يعمل بشكل آلي. هتلاقي مثلا في اللو تيكت، انت مش الكورس اللو تيكت اللي هو الميني كورس دوت، انت مش محتاج تدخل نهائي. انت بس عملت الصفحه مره واحده وربطتها بمعالج دفع، فبالتالي هو الشخص اللي يبني اعلان، حتى لو انت نايم بقى وانت مسافر، انت في ميتنج، الشخص دخل شاف التفاصيل، ضغط على زر، طلع له صفحه فيها دفع، بيدفع بالفيزا مثلا، او لو عنده مشكله في الدفع ممكن يتواصل مع حد على الواتساب، ولكن الاغلبيه لازم بيدفع بالفيزا. وبالتالي مجرد ما بيتم الدفع بيجي له رساله فيها بيانات الدخول، منطقه الاعضاء اللي فيها الكورس بتاعه، واكيد كلنا شفنا حاجات زي كده كتير جدا. تمام. فبالتالي لازم يكون السيستم بتاعك مؤكد. طيب السيستم الخاص بالاستراتيجيه الاولى في الايكو سيستم بيكون شكلها ايه؟ اللي هي استراتيجيه الويبينار. تمام. طيب بتكون عباره عن اعلان بيدخل على صفحه تسجيل، او بنسميها احيانا صفحه روت، او صفحه ريجستريشن، او اوبت ان، ايا كان اسمها ايه الصفحه. فبيدخل على صفحه زي ديت كده، بيعرف تفاصيل الويبينار، بيعرف مين اللي هيقدمه، بيعرف كل حاجه تخص الويبينار. وبعد كده بيطلع له فورم فيها بيسجل بياناته، وبعد كده بيروح لصفحه ثانيه اللي هي الكونفرميشن، اللي هي صفحه التاكيد، او بتقول له، او بنقول عليها صفحه الشكر او الثانك يو، ان تم اشتراكك بنجاح، شكرا ليك مثلا، انتوا لما مريتوا بالموضوع دوت طلع لكم زر انضم لجروب تليجرام. ودي حاجه بتبقى مهمه جدا علشان تقدر تتبع العملاء اللي هم ما بيدخلوش على الايميل او ما بيفتحوش الايميل. وفي نفس الوقت هتلاقي في ايميل بيبدا يروح للعميل ويوجهه لحضور الويبينار اللايف. بيقول له مثلا فاضل 24 ساعه، فاضل ساعه، فاضل 5 دقائق، وبيبعت له. تمام. اوكي. طيب بعد كده بتجي له سيكونس ايميلات بتقول له على، بتحفزه او بتذكره بالايميلات. بعد كده بعد حضور اللايف بيكون في سيكونس ايميلات ثانيه برضو اللي هي فولو اب، بتودي على السيلز بيج اللي هي صفحه البيع الخاصه بالعرض. تمام. فانا بسيط جدا بتكون من حوالي 3 صفحات، او يعني ممكن تخليها يعني 4، ولكن هي الاساسي فيها 3 صفحات: صفحه تسجيل، صفحه شكر، وصفحه بعد كده ممكن تحط فيها العرض بتاعك. وبعد كده اللايف طبعا هو ما بيكونش يعني، غير بقى لو هو مسجل هيكون على صفحه، لكن هو ما بيكونش مسجل، بيكون على برنامج زي اللي احنا عليه دوت، او زوم او جوجل ميت، برامج كتير جدا بتاعه الاجتماعات اللايف. تمام. طيب فهو بيتكون من اعلان، صفحه هبوط، تسجيل بيانات، ويبينار، بيع، مكالمات، بيع، متابعه، وبيع. فهي دي استراتيجيه الويبينار. تمام. طيب خلينا بعد كده ننتقل للمرحله السابعه او السر السابع في الاستراتيجيه، هو الاطلاق المؤقت. حد سمع عنها قبل كده؟ اكتبوا لي كده في الشات، قولوا لي حد سمع قبل كده عن حاجه اسمها الاطلاق المؤقت. قولوا لي في الشات لو في حد سمع عنها. تمام. طيب الاطلاق المؤقت او اللانش، ان انا ما ينفعش يفضل العرض بتاعي مفتوح على طول، ان انا لازم احدد موعد بدايه وموعد نهايه. يا اما النهايه بعدد او بوقت. يعني انا مثلا عندي مثلا عرض يخص مثلا اي مناسبه، مثلا الجمعه البيضاء مثلا، فبالتالي هتقول له مثلا نهايته مثلا يوم كذا، فانت هنا حددت العرض بتاعك بوقت. او يا اما انت بتقدم خدمه كبيره، فبتقول له برضو انا باخد عدد محدد بقدم له الخدمه دي، مثلا 5 مثلا او 6 او 7 او 10. ليه؟ لانك انت اكيد ليك مقدره معينه انت او التيم بتاعك، او انت شخص بتقدم جلسات لايف 1 تو 1، فبالتالي برضو عندك ليميت محدد انك انت تشتغل مع عدد معين من العملاء. يعني انت اكيد مش هتشتغل مع 100 واحد في الشهر، انت ممكن تشتغل مع، وقتك يسمح مثلا مع 5 6 10 بالكثير. فبالتالي بتحط سكادول كده لوقتك علشان بيبقى ليك ليميت محدد تقدر تشتغل مع عدد عملاء. فانت بتوضح دوت، لازم توضحه في العرض ان العرض بتاعك بينتهي بوقت او بعدد. تمام. اولا الحاجه دي بتخلي الموضوع urgent شويه، بيستعجل ان هو بياخد قراره في اسرع وقت. الحاجه الثانيه فعلا لازم يكون العرض بتاعك محدد، ما ينفعش يفضل مفتوح وموجود على طول السنه. تمام. وهنلاقي اكتر ناس بتعمل الموضوع دوت مثلا زي مثلا شركه ابل، ايفون. فهتلاقيها بتقول لك مثلا احنا عندنا عرض متاح مثلا اليوم كذا، او نتخيل مع بعض كده الناس قالت لك مثلا هننزل الفيرجن الجديد مثلا ايفون 15 مثلا 16 ولا 17
هتقول لك مثلا هو متاح مثلا لمده اسبوع بس، فهتلاقي عدد كبير جدا بيتزاحم علشان يقدر يحصل على الفيرجن الجديد. تمام. وهتلاقي المبيعات كبيره جدا لما انت تقول مثلا انا الاطلاق بتاعي او الكورس بتاعي هطلقه 1 ديسمبر لحد 5 ديسمبر بس، فهتلاقي في ناس كتير جدا من هنا ل 1 ديسمبر على الويت مستنيه الاطلاق بتاعك، فبالتالي انت بعت الحاجه قبل ما تيجي اساسا. وفعلا في خلال 5 ايام دي هتعمل مبيعات كبيره. يعني هفترض مثلا شركه ابل عملت الموضوع ده مع الايفون، بجد مثلا قالت لهم مثلا الايفون الجديد متاح 5 ايام فقط، هتلاقي تزاحم وهتلاقي يعني شراء بطريقه فظيعه. تمام. ده هتلاقي ناس اساسا هي مش محتاجه الايفون ولا بتحب الايفون ولا بتستخدم الايفون، هتلاقيها اساسا ممكن تشتري الايفون علشان بعد 5 ايام ممكن تبيعه بضعف ثمنه، لانه هيبقى حاجه مش موجوده بقى غير معاه هو او مع عدد قليل، فبالتالي هيزيد سعره. فبالتالي دي فكره الاطلاق بتاعك لازم يكون محدد بوقت، ولازم يعني توجد فيه الندره كده ان هو مش حاجه متاحه على طول. تمام. طيب خلينا نراجع كده مع بعض السبع استراتيجيات او السبع اسرار. اول حاجه عرض لا يقاوم. رقم اثنين الاعلان المربح. رقم ثلاثه اتكلمنا على الويبينار او اللايف، الويبينار لايف او الفيديو المبيعي اللي ممكن اشغل عليه كول فانل. الحاجه الرابعه اتكلمنا عن فايده المكالمه البيعيه في الاغلاق والمتابعه ورد على الاعتراضات. وبعد كده اتكلمنا في اهميه المتابعه، انك انت لازم تعمل فول اب بشكل جيد جدا علشان العميل احيانا ما بيكونش شاف القيمه من اول مره. تمام. بعد كده رقم 6 قلنا السيستم المبيعي لازم يشتغل علشان يوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا، وكمان يبقى سبب في زياده مبيعاتك. انت لو بتشتغل بشكل يعني مانيوال اكيد مش هتبيع زي الشكل بطريقه آلية او مؤتمته يعني. رقم 7 عرفنا يعني ايه الاطلاق المحدد بوقت. تمام. طبعا احنا اغلبنا حاسس كده زي الولد ده كده دش ميه في معلومات جديده فبدات يعني تلفت انتباهي لحاجات معينه. تمام. فبالتالي بدات اشوف ويعني اشوف حاجات جديده ما كنتش واخد بالي منها. طيب خلينا نقول بعد كده، تعالى اقول لك انت محتاج ايه علشان تبني الايكو سيستم الخاص بيك وتبدا تطبق اول استراتيجيه في اول شهر وتربح منها ان شاء الله، اللي هي استراتيجيه الويبينار. طيب اول حاجه انت محتاج يا اما انت تعملها بنفسك يا اما حد يبني لك السيلز فانل او السيستم البيعي، ويكون طبعا لازم بشكل احترافي. والسيلز فانل ده بيتكون عباره عن صفحات وتتربط باوتوميشن وايميل ماركتنج وكل حاجه، ويكون فيها ديزاين كويس كده. القيمه السوقيه اساسا يعني انت لو رحت لايجنسي او شركه او حد يعملها لك ممكن يقول لك $1000. دي اسعار حقيقيه موجوده في السوق حضرتك تقدر تشوفها، ولكن انا بقول لك يعني انت محتاج ايه. تاني حاجه انت محتاج حد يكون معاك تساله، محتاج على الاقل جلسات لايف واحد لواحد علشان الشخص دوت يحدد لك العميل المثالي، لانك انت لو قعدت لوحدك العميل المثالي ممكن يعني تختار عميل مثالي غلط. فلازم حد يكون فاهم كويس جدا يحدد معاك العميل المثالي، ويحدد معاك برضو العرض الذي لا يقاوم بما يتناسب معاك ومع احتياجات العميل الخاص بيك. كمان محتاج تظبط السعر تعمله بشكل بما يتناسب مع الخدمه اللي هتقدمها، ويكون سعر هاي تيكت فيه قيمه عاليه جدا. محتاج ميكانيزم تفكر، او يعني لو انت معاك كوتش تحددوا مع بعض ميكانيزم او طريقه خاصه بيك بما يتناسب مع عرضك وعميلك. كمان لازم تحدد هدف مالي شهري علشان تقدر تعمل له خطه لتنفيذه. القيمه السوقيه للخدمه دي فعليا لو انت شفت كوتش واقل حاجه في السوق $300 للخدمه زي كده فعلا. انا بس بقول لك يعني الحاجات دي ممكن في السوق ايه، وفي الاخر هقول لك ممكن اساعدك ازاي. تمام. رقم 3 محتاج طبعا يعني وانت شغال لو انت بتعمل الحاجه دي بنفسك محتاج حد يتابعك على الواتساب بتوري له الخطوات اللي انت بدات تنفذها علشان ما تعملش حاجه كبيره وفي الاخر تطلع يعني بتشغل عليها اعلانات وتخسر وما تجيبش معاك نتيجه، فبالتالي بتضطر تعيدها وتبقى ضيعت وقت ومجهود كبير. فلازم حد يكون متابع معاك على الواتساب. الحاجه اللي بعد كده ما انت محتاجها، محتاج حد يعمل لك اوتوميشن، او انت لو هتعمل اوتوميشن لمتابعه العملاء بشكل آلي من لحظه التسجيل حتى وقت الشراء. تمام. فانت محتاج حد متخصص فاهم في الاوتوميشن بيبني لك الاوتوميشن اللي بيحرك الايميل ماركتنج وقت مثلا الحملات بتاعتك او الاستراتيجيه بتاعتك سواء الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه. فالاوتوميشن لا غنى عنه لانه هيشتغل معاك في الايكو سيستم دور اساسي جدا. تمام.
رقم 5 أنت محتاج زي كالندر كده لحجز المكالمات معاك بما يتناسب مع مواعيدك، يعني زي ابلكيشن كده بتحط له المواعيد اللي أنت بتكون فاضي فيها في الأسبوع، وبالتالي بتبعت لينك للأشخاص اللي عايزين يحجزوا مكالمة معاك، فبالتالي بيحجز حسب الكالندر الخاص بيك أنت. بعد كده أنت محتاج كونتنت كريتور، يعني حد كاتب محتوى يكتب لك المحتوى البيعي والتسويقي الخاص بالصفحات والإعلانات، والقيمة السوقية دي فعلا أقل شيء يعني $400. فالمحتوى ده هيبقى عباره عن ايه؟ مثلا المحتوى اللي في الصفحات، واقناعه بالتسجيل مثلا، او اقناعه بشراء الكورس مثلا لو في الاستراتيجيه الثالثه، او اقناعه بحجز مكالمه في الاستراتيجيه الثانيه. محتاج حد يكتب لك الايميلات، او انت يعني بطريقه معينه لو انت بتفهم في الذكاء الاصطناعي ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي فيها في عمل الايميل ماركتنج، مفيش مشكله، الرسائل الخاصه بالايميل ماركتنج والواتساب. بس خلي بالك الذكاء الاصطناعي لو انت ما تدلوش بيانات دقيقه هيطلع لك رساله ممكن توديك في حته ثانيه خالص. فلازم علشان تطلع نتيجه كويسه جدا تديله مدخلات جيده جدا. تمام. ولكن بقى لو في حد متخصص هو اللي بيكتب الرسائل دي هيكون طبعا افضل بكتير ده، لان بيكون فيها مشاعر واحاسيس عن الذكاء الاصطناعي يعني. محتاج برضو سكريبت، حد يكتب لك سكريبت الفيديوهات للاعلانات بزوايا مختلفه. تمام. فبالتالي انت محتاج يعني موضوع الاعلانات دي تكتبها بعنايه بطريقه، لان الاعلانات بتبقى حاجه اسمها فيديوهات تسويقيه، لكن الفيديو مثلا اللي جوه الصفحه بتاعه مثلا الكورس دي بيبقى فيديو مبيعي. تمام. فبالتالي انت هنا بتبقى محتاج محتاج هنا حد يعني يساعدك في الموضوع ده. رقم 8 انت محتاج تتعلم عمل الاعلانات او حد يعملها عنك، يعني علشان الاعلانات حاجه مهمه جدا وفي نفس الوقت حساسه، عشان لو ما اتعملتش بالشكل الصحيح ممكن تخسر فلوس، تبقى تكلفه بالنسبه لك بدل ما هي استثمار. فالاعلانات مبدئيا بتكون على الفيسبوك وانستجرام، بالاضافه للتراكنج بتعمل متابعه او تتبع للصفحات بتاعتك والتحليل بتاع النتائج والارقام. رقم 9 محتاج تتعلم عناصر الويبينار او الفيديو المبيعي، لان الفيديو بتاع الويبينار او السيشن اللايف بتاع خاص بالويبينار ما ينفعش فيديو اطلع كده لايف اقول معلومات وخلاص، لا، في حاجات معينه لازم امشي فيها بسيكونس معين علشان اوصل للهدف اللي انا عايزه من الويبينار. ففي عناصر انا حصرتها قبل كده، كان حوالي 13 عنصر لازم اراعيهم واعملهم في الويبينار. تمام. رقم 10 طبعا، والناس اللي كانت بتسال على الادوات، التول اللي ممكن نبني عليها الايكو سيستم والاستراتيجيه الاولى. انا مش بعقدكم يا جماعه، انا بقول لكم والله بكل امانه الحاجات اللي انت محتاجها فعلا علشان تبني الايكو سيستم او الاستراتيجيات بشكل سليم، لان انت دلوقتي بتبني بيزنس، فانت لازم تبني بتزرع زرع يعني بشكل صحيح علشان تجيب لك ثمرات بشكل جيد جدا. تمام. لانك انت لو يعني انشات غلط فهتضيع وقت ومجهود وفلوس وحاجات كتير جدا، فلازم تعمل كل حاجه بشكل صحيح. تمام. فبالتالي انت محتاج اداه تبني لك الكلام دوت فيها، تقدر تبني صفحات، تقدر تعمل اوتوميشن، تقدر تعمل ايميل ماركتنج من خلال نفس الاداه، فيها الكالندر، فيها كل حاجه انت محتاجها. في ادوات دلوقتي اسمها اول ان وان، فيها كل الحاجه انت محتاجها في التسويق والبيع من الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت دي كلها. حتى التراكنج بتاع الاعلانات بتتربط بالاعلانات بكل حاجه، مش محتاج تشتري ادوات ثانيه. اشهرهم وانا بستخدمها بشكل شخصي اداه اسمها كاش بروسيس، او ما تعرف بالاسم العالمي بتاعها جو هاي ليفل، ودي ارخصهم وفي نفس الوقت بتبقى غير محدوده فيها كل حاجه. في ادوات ثانيه مثلا زي كليك فانل، دي اقل باقه فيها ب $97 شهريا، ولكن دي سعرها الاساسي $500 للسنه كلها. ولكن يعني انا عايزكم تصبروا معايا للاخر، ممكن تاخدها مجانا يعني، وهساعدك مساعده كبيره جدا علشان فعلا انا عايز اكبر عدد ممكن يعني يحقق الكلام ده على ارض الواقع، لان نجاحكم فعلا هيبقى من نجاحي. تمام. انا مش بقول لكم الحاجات دي اللي فاتت دي علشان اعقدكم واقول لكم لو انت هتعملها كل حاجه بره لوحدها هتكلفك بالاجمالي كده باقل شيء، وانا حاسبها على اقل تكلفه بره، وممكن تسال اي حد بيعمل متخصص في الحاجات ديت او تدخل مواقع الفريلانسر هتلاقي الاجمالي بتاع الحاجات دي كلها حوالي $2800. ده انا حاسبها باقل تكلفه. تمام. ولكن في اسعار اعلى من كده كتير جدا. لكن الناس فعلا اللي حضرت النهارده الويبينار انا هساعدهم بشكل يعني قوي جدا، وفعلا يعني حتى مهما كانت ظروفك ومهما كانت حالتك حاليا دلوقتي في البيزنس، مبتدئ متوسط متقدم، هساعدك بشكل كبير جدا. ثواني اعمل تعليقات بس. في حد استاذ هدير بتقول طب انا لو لسه بادئه اتحمل كل التكاليف دي ازاي لما انا محتاجه اساسا فريق عمل كامل؟ لا، انت مش محتاجه فريق عمل يا استاذه هدير، وهقول لك دلوقتي ممكن تعملي ايه بابسط الحلول بالظبط. تمام.
خليكم معايا. طيب خليني بس اوضح لك شيء. آه، اذا فعلا انا ساعدتك انك انت تعمل الكلام ده كله، انا عايزك تشوف القيمه نفسها. لو حد فعلا عمل معاك متابعه شخصيه وتوفير شهور عليك من السنوات من التجربه والخطا، ما استخرجه الاخرون في سنوات من الخبره، هل يستحق ذلك فعلا 2800؟ لا، فعلا ده يستاهل اكتر من كده، وفي ناس بتدفع في برامج كوتشنج اغلى من كده بكتير جدا. هل لما حد يبني لك سيستم بيع احترافي وبيكون عندك ايكو سيستم جاهز، هل في مشكله؟ هل السعر دوت ما يساويش 2800؟ ده انت في شهر واحد ممكن من استراتيجيه واحده ممكن تحقق اكبر من الرقم دوت. افترض العرض بتاعك باقل شيء 200 دولار، وعملت الكول فانل ديت على الاقل هيجي لك كل يوم 5 مكالمات، وهفترض بالحد الادنى هتطلع كل يوم عميل. فانت لو كل يوم عميل ب 200 دولار، فانت على مدار الشهر عملت حوالي 6000 دولار. فانت يعني تقدر تعمل ارقام اكتر من كده بكتير جدا. وصدقوني في ناس بتعمل ارقام احنا ما نتخيلهاش. تمام. فتسليحك بالمحتوى وعناصر الويبينار والسكريبت البيعي، هل وطرق المتابعه الصحيحه، هل دي يساوي فعلا 2800 دولار؟ فعلا الكلام دوت يساوي اكتر من الرقم ده بكتير جدا، وعمل اعلانات بطريقه احترافيه وتكون بالنسبه لك استثمار بدل ما تكون تكلفه، فده فعلا بيساوي اكتر من المبلغ ده. لكنك يعني مش هتقوم باستثمار المبلغ دوت كله، ولا بحتى نصه، ولا بحتى ربع المبلغ دوت. فقط ممكن تحصل على كل اللي احنا اتكلمنا عنه في اللي فات ده كله، بالادوات، بعمل الفانل، بعمل الاوتوميشن، بعمل كل حاجه تاخدها جاهزه، ما عليك فقط غير انك انت تطلع بس في اللايف، ودي الحاجه اللي ما نقدرش نعملها عنك. فقط الخدمه دي احنا اساسا يعني مش هقول لك انا بقدمها ب 2800، لا، احنا برضه عاملين عليها خصم للمدربين اللي احنا بنشتغل معاهم، بنقدمها لهم ب 1000 دولار، ولكن احنا عاملين خصم 50% بسبب يعني تخفيضات للجمعه البيضاء والشهر ونهايه العام، فبالتالي عاملينها 400، والناس اللي حضروا معانا اللايف ففقط هيدفع 499 دولار ويحصل على كل اللي فات. لو حسبتها على التول الخاصه بالكاش بروسيس فقط هتلاقيها لوحدها هي 500 دولار اساسا. فتخيل انت الاداه اللي هي لازم تشتريها حتى لو انت هتجرب لوحدك، انت قررت تاخد الفاس وتحارب في طريق لوحدك. محتاج ايه؟ محتاج ادوات تحفر بيها، او ليكن انت راجل هتزرع، هينفع تزرع بايديك ولا لازم تجيب فاس؟ هي دي الادوات بتاعتك اللي انت هتستخدمها، سواء انت اشتغلت لوحدك او حد اشتغل معاك وتابعك. الكوتشنج والكلام ده كله دي كلها حاجات من وقتنا وخبرتنا، دي كلها بناء الصفحات والاوتوميشن والايميل والمحتوى، كل دي رقم. ولكن انا هساعدك برضو. يعني انت فعلا لو انت جاهز الخدمه دي، تواصل معانا على الواتساب على الرقم دوت، وهسيب لكم لينك الواتساب في الشات. تمام. ولكن انا عامل حاجات تانية برضو هتساعد الناس اللي هي ما عندهاش مقدره تقدر تدفع قيمه العرض ده كامل. تمام. اولا العرض اللي فات دوت فيه كمان تسهيلات انا عاملها لاشخاص معينه، لو لقيت فيهم الصفات دي معينه هيكون في تسهيلات، يعني ممكن ما يدفعهاش على دفعه واحده، ممكن يدفعها على 3 دفعات. تمام. ولكن انا عامل كمان حاجه اضافيه بمناسبه عروض الجمعه البيضاء. في 3 حاجات ممكن تساعدك، سواء احنا اللي هنعمل لك الخدمه بالكامل، كل شيء عنك، فشامله الاداه اللي هي الكاش بروسيس، برنامج كوتشنج، وكل حاجه احنا اتكلمنا عنها في السابق اللي هي تكلفتها اساسا لو انت حبيت تشتريها لوحدك ب 2800 على الاقل، ولكن احنا بنقدمها لك ب 499. كمان عامل حاجه ثانيه اقل شويه للاشخاص اللي هي ممكن يعني عندها خبره شويه وحابه هي تعمل بايديها اغلب الحاجات، فبقدم لهم اشتراك لمده عام في الاداه كاش بروسيس. بقدم لهم برنامج الكوتشنج اللي هكون معاه لايف واحد لواحد لمده 3 ايام، هنحدد مع بعض العميل المثالي، هنحدد مع بعض العرض الذي لا يقاوم، هنحدد مع بعض التسعير الهاي تيكت، هنحدد مع بعض هدف مالي، وهنحط له خطه لتحقيق الهدف دوت. برنامج الكوتشنج ده اساسا هو ثمنه 300 دولار، لان ده 3 ايام و1 تو 1 وفي خبرات كبيره، وبتطلع بخطه مدروسه، وهوريك دلوقتي نتائج لناس حضروا البرنامج دوت او ناس عملنا لهم خدمات قبل كده. فبالتالي دي لوحدها يعني عامل عليها عرض للشخص اللي هو عايز بس يحدد هدفه ويبدا هو يدوس بعد كده، فدي 47 دولار. الحاجه الثانيه، حد عايز يبدا يشتغل وكده كده هيشترك في اداه، فانا بديله الاداه وبديله معاها برنامج الكوتشنج وبديله معاها كورس مسجل فيه ازاي يعمل فانل ويبينار خطوه بخطوه، يعني برسم قدامه الصفحه، ببني قدامه الصفحه، بعمل قدامه الايميل ماركت، بعمل قدامه الاوتوميشن، بعمل كل حاجه، وكمان هديله قوالب او تمبلت لصفحات الفانل. فبالتالي العرض دوت ب 297 دولار بدل 700 دولار للشخص اللي هو عنده خبره شويه ويقدر عايز هو يعمل بنفسه بعض الحاجات. وكمان يعني حاجه اضافيه مني، هديله متابعه على الواتساب علشان لو في حاجه عطل فيها يرجع لي وهساعده. الحاجه الثالثه الخدمه اللي احنا بنعمل عنك كل شيء عن السيستم والاعلانات، وبنديك الاداه بالكامل.
وكل شيء احنا اتكلمنا عليه. يعني الخدمه الكبيره ديت هي فيها الاداه وبكل ما فيها، وفيها الكوتشنج، وفيها كل حاجه علشان تقدر تحصل على كل حاجه. هي فعلا سعرها 2800. لو حبيت انت تعمل الكلام دوت لوحدك بره انا بديه لك 499. وكمان حطيت فيتشر صغيره، حاجات صغيره تقدر تساعد اي حد مبتدئ او ما عندوش امكانيه يقدر ياخد العرض الكبير. وانا اوريكم خدمات يعني ناس احنا ساعدناهم بالفعل، ودي ارائهم في التعامل معنا. انا ضحى عبد القادر، كوتش دعم نفسي. وبصراحه انا من الناس اللي جربت كتير جدا في مجال الماركتينج، واخدت استشارات كتير وكورسات اكتر. بس بصراحه مع تجربتي مع برومو ماركتينج بلان كانت مختلفه جدا، لان هم بصراحه مش بس بيدوا معلومات، لا هم بيدوا وسائل ان انت تقدر تحقق المعلومات دي على الارض. لان اغلب الكورسات او اغلب الاستشارات بتقول لك تعمل ايه، بس ما بتقولش ازاي تعمله، ما بتخليكش تطبق او تديك الطريقه اللي انت تقدر تطبق بيها المعلومات دي على الارض. فبصراحه انا استفدت منهم جدا. استاذ عبد الرحمن علي اكتر من رائع، ساعدني جدا، نور لي حاجات في دماغي انا ما كنتش فكرت فيها قبل كده برغم كل الكورسات اللي انا اخدتها. في بعد كده الكوتش عبد الله، استاذ عبد الله الجندي. استاذ عبد الله. انا اخصائي تاهيل ودعم وارشاد نفسي، كنت حابب النهارده اشارككم بتجربتي مع شركه برو ماركتنج بلان. والحقيقه انا التجربه بالنسبه لي تجربه اكثر من رائعه، وبشوف اللي بيميزهم عن غيرهم 3 حاجات اساسيين. اول حاجه الناس ديت محترفين وفاهمين بجد اللي بيعملوه. في ناس كتير جدا للاسف في السوق بيدعوا ان هم فاهمين ويقولوا احنا هنعمل خطه تسويقيه وهنعمل حملات، وللاسف ياما دفعنا فلوس وما وصلناش اللي احنا عايزينه. الناس ديت بجد فاهمه هي بتعمل ايه، فانا سعيد جدا بالتجربه معاهم. اشكر شركه برو ماركتنج بلان وخصوصا مستر عبد الرحمن علي على المعامله الرائعه والاهتمام الكبير. وحابب انصح اي مدرب او استشاري او اي حد بيدي تريننج ان هو يتعامل مع برو ماركتنج بلان، وهتكون ان شاء الله تجربه فايده منه. يسعد اوقاتكم. معكم مدربه من مهارات التواصل مع الذات والاطفال واليافعين. بهذا الفيديو حابه احكي عن تجربتي مع شركه برو ماركتنج بلان، وبخص بالذكر الاستاذ عبد الرحمن علي اللي استفدت منه بشكل كثير كبير. بالبدايه وضحت له شو هو شغلي الحالي، وبعدها اكتشفنا شو هي المعيقات اللي ما عم تخليني بيع كورساتي بشكل مستمر. وبعدها حط لي خطه عمليه لحتى بيع الكورسات، بحيث انه يصير عندي دخل ثابت ومستمر كل شهر. طبعا انا كنت محتاره بكثير امور بموضوع الاعلانات والمبيع وحتى التسعير، وهو ساعدني كثير بهذا الموضوع. الله يجزيه الخير وبشكره من كل قلبي، وبنصح كل مدرب انه يتواصل مع الشركه، وان شاء الله رح يستفيد. شكرا لكم. انت دلوقتي قدامك طريق او خيارين، طريق من الاثنين. طريق تبدا فيه مع حد مشي الطريق ده كتير وساعد ناس كتير وعنده خبره في المجال دوت، مع عمل خطه محدده ومحكمه وبهدف واضح، هتقدر توصل ان شاء الله لنتائج ملموسه في اقرب وقت ومن اول شهر ان شاء الله. او اما الطريق الثاني انك انت بتعتمد على حاجه اسمها التجربه والخطا، بتجرب بقى في ادوات، بتجرب في تعمل فنل، تجرب تعمل اعلانات، وكلها دي بتكون تكلفه ومضيعه للوقت ومضيعه للمجهود. انا بقول لك هتوصل كده كده في تلك الحالتين، ولكن الفرق هتوصل امتى وازاي. انت ممكن هنا في الطريق الاول لما تمشي مع حد فاهم ممكن توصل من اول شهر، تمام. وانا بدي ضمان الناس اللي هي هتمشي معايا في الطريق دوت، يعني بعد ما نشيل ثمن الاداء انا بعمل لهم ضمان ارتجاع الاموال اللي هي $200 اضافيه على ثمن الاداء لو مشينا مع بعض 3 شهور وما حققناش مبيعات، تمام. فبالتالي ليه؟ لان انا ضامن شغلي وده من طريقتي وعارف هنعمل ايه بالظبط وهنوصلك ليه بالظبط، تمام. فبالتالي اي حد هيمشي في طريق من الاثنين، تمام. فانت بتختار، وفي تلك الطريقين انت بتدفع فلوس وتخسر فلوس. فيا اما تدفع فلوس في المكان الصحيح او بتدفع فلوس في ادوات وتجارب والخطا على الفاضي، وممكن توصل بعد سنه 2 تكون انت اساسا خسرت ارباح كنت ممكن تحققها في وقت كبير جدا فات. انا كده خلصت، ومعاكم في اي سؤال او استفسار. بس طبعا اينشتاين بيقول لك ان الجنون هو انك تفعل نفس الشيء مره بعد اخرى وتتوقع نتيجه مختلفه. يعني انت بقالك 2 3 بتجرب حاجات كتير جدا وما وصلتش للنتيجه، فانت لما تجرب نفس الشيء اكيد هتوصل لنفس النتيجه، ولكن لما تجرب حاجه ثانيه مختلفه اكيد هتوصل لنتيجه مختلفه. فانا معاكم في اي سؤال او استفسار، وهبعت لكم حالا على الشات هنا الكتاب، لان دوت هيكون متاح فقط للناس اللي حضروا معانا، تمام. ثواني. ليه؟ لان انا بشتغل كل شهر مع 10 فقط. هو دلوقتي في 3 مشتركين في الخدمه دي من برنامج تاني او من استراتيجيه تانيه، ففاضل 7. الحاجه الثانيه العرض الثاني دوت برضو متاح لفتره محدوده جدا بخصوص الجمعه البيضاء، واول مره ينزل بكده، والناس اللي عارفه القديمه عارفين الكلام ده كله. وبرنامج الكوتشنج دوت اللي هيساعدك فعلا
يعني يحل لك مشكله التوهان، انك انت تايه مش عارف هتبيع ايه، مش عارف هتبيعه بكام، مش عارف العرض بتاعك ايه، مش عارف تعمل حاجه على ارض الواقع. فبالتالي العرض التالي دوت او برنامج الكوتشنج دوت هيحدد لك الهدف المظبوط، اللي حتى لو هتشتغل لوحدك انت عارف ماشي ازاي، على الاقل عندك هدف، فهتمشي بخطوات حتى لو بطيئه ولكن هتوصل باذن الله. انا كنت سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده،